اسم طريقة الحديث عن النعم. النعم من ربي سبحانه أغدي يحكوا في النعم يغدي يفكارين كوني إذا غنوحد ربي سبحانه. يلا النعمة من النعم ثورة كان لكوني لا ذاكي ثورة أقلا غير الجامع يود الحل حمد ربي ونوحد ربي نسد غ الجامع في ظرن النغ إلى قد تزرم ونزرك مرة اللان يمذانا ميقسلا حي على الصلاة حي على الفلاح أذي ترو مطرع ذا توث أي غار سين الله غالب تكسيت تيشريرت يروح هاس الجهد ذاين تروح هاس الزمرت أذي وحد ربي ونوحد ربي. لذلك أما ذن تسا إما تروح النعمة أذي وحد ربي أما ذن كني هي مازال أتنسعات ذا غنوحد ربي أثن وحد وثن حمد ذا خاطر لو كان دنوسا كسلا شي زرولونت إني تيد كان مشان نخدم إني تيد مشان نخدم أم كان ناوض أم كان نخدم أم كان مليل أم كان إلى آخره. ولكن ثقي النعمة ولكن ثقي حاجة خطيرة شوية قرنس النعم المألوفة. النعم المألوفة ينساها الناس. النعمة نولفيت مفهوم سيتادير لو كان مثلا الجهد قلنا غير غورنا يفسلس حريكين يظهرنا الحون يلساو ناس مسلايين مزوغ يسال توفا بيان ارايس كل شيء يقرز نولفيثنت مادام نولفيثنت نغالا ما كان نورمال شو لنا شو بجديد قلنا ننسى خاطي لو كان يوم دينا كان تحبسي وانت ماشيين تديكس غادي يقيم مدري كان صباح النبي عليه الصلاه والسلام غادي يقار غادي نظل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره. الحمد لله ربي ديران روحي الروح زمرت روحها اطاسي قتصن بعد كمنا سقيضص سيضص ام قران. ولكن ما دام ربي سبحانه يراغي الارواح النار اثنحمد ربي كي غدي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد يناد وعافاني في جسدي خاطر الزمري وناس دوغال الروحيس ولكن لو كور الجسد لا الجوارح لا تتحرك يلسيكي الدرس لا سيقول زميل غير هذا حركه ذكرت سكوسو سلجاديك احمد ربي من بعد يناد واذن لي بذكره باش تصير من الذاكرين ذا ربي غير كان لاذن باش تنذكر خاطر لانه قاعد يغفل لنا الطفل يا كل حياتيس بالك 40 50 60 سنه استزمرتيس ما شاء الله يونيض ما ثقر حيت تغمستيس نغيق حيت درني ديسكال نغثاوله في فغل عقل ذا شويه كذا شويه كا انا عامي فيك ولا ربي تكسى هكا شويه النعم باش نزر ذا شو سوانت النعم باش هذا المكثي صاحب النعم المنعم جل جلاله. إذن هذه طريقة من طرق البيان من طرق الإقناع من طرق استمالة قلوب الناس لمعرفة خالق الكائنات من طرق اللي تخلي الإنسان يعرف ربه. النعم لذلك رب سبحانه يناد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يوثن النعمة ونزميراس نفكا زاليس أما ذي زري أما ذا فوس أما ذا ضار أما ذا المعدة أما ذا اللغ يا كوين غدي يفكر ربي سبحانه أما ذا الهوى ذا مان أما ذا ضو ما يريد الرياح ما ذا الريح ثوارة بعد نهضر فلاس إن شاء الله اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا إلى آخره. صافي كل هذه النعم تقربنا بالمنعم جل جلاله. وهذه طريقة من طرق البيان ومن طرق الإقناع ومن طرق الدعوة إلى الله أيضا ومن الحكمة كما قال ربنا في سورة النحل في الآية 125 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.